السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. يلا بينا نسوي السجق اللي عملناه مع بعض الفيديو اللي فات. يلا بينا اذكروا الله وصلوا على الحبيب، ويلا نشوف الطريقة بالتفصيل. في البداية انا هقطع البصل جوانح، معايا 5 بصلات حجم صغير، وهو ده اللي كان متاح عندي في اليوم ده. ممكن تقطعي 3 بصلات حجم كبير. وهقطع كمان 3 قرون من الفلفل الأخضر، وعليهم قرن فلفل أحمر بلدي، ولو مش عندك فلفل أحمر استبدليه بالفلفل الأخضر عادي جدا. وقطعت كمان قرن فلفل حار، وده حسب الرغبة. وهقطع كمان 4 حبات من الطماطم حجم متوسط، هقطعهم لمكعبات صغيرة. ومعايا 700 جرام من السجق، والسجق ده انا مش شارياه، ده السجق اللي عملناه مع بعض الفيديو اللي فات. وزي ما قلتلك قبل كده، مفيش اي وجه مقارنة بينه وبين اللي بتشتريه من المحلات. لو متابعيني وشفتوا الفيديو اللي فات هتعرفوا ان ده انضف مليون مرة من اللي بتشتروه من بره. طلعت السجق من الفريزر وسيبته يفك نص فكة كده، يعني عايزاه متجمد بس مش قوي، علشان وانا بقصه بالشكل ده يفضل محافظ على نفسه. هحط طاسة على البوتاجاز وهنزل فيها بشوية زيت مش كتير، لان انا عارفة انا عاملة السجق ده ازاي. ولما الطاسة تسخن والزيت يسخن معانا هننزل بالسجق بتاعنا، وسيب السجق يسخن وياخد من حرارة الطاسة معاكي. هنشوح السجق بتاعنا ونقلبه شوية، وهنلاقي السجق بدأ ينزل الدهون الموجودة فيه، وهي طبعا مش هتكون كتير زي اللي بتشتريه من المحلات، لأن اللي بتشتريه من المحلات بيكون معظمه دهن، وفيه نسبة بسيطة من اللحمة مع إضافات تانية كمان. السجق بتاعنا هنا لونه بدأ يتغير ويعتبر استوى معانا نص تسوية. هشيله وهحطه في طبق، وبعد كده هننزل بالبصل اللي قطعناه. وطبعا هنا كمية الدهون اللي نزلت من السجق بتاعنا تعتبر قليلة، فهنزل بشوية من الزيت. وزي ما انت شايفة اللي بتعمليه في البيت معظمه لحمة، مش زي اللي بتشتريه من بره معظمه دهون. انا هنا هنقل الطاسة بتاعتي على شعلة كبيرة شوية، هنقلب شوية لحد البصل ما يدبل وياخد اللون الذهبي الفاتح معانا. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم ونشوحه تشويحتين، وبعد كده هنزل عليه بالفلفل اللي معانا، ونقلب الكل مع بعضه بقى لمدة دقيقة لحد بس الفلفل ما يدبل معانا. انزل عليهم بعد كده بالسجق بتاعنا ونقلب الكل مع بعضه. والله على الريحة بقى، وشم الريحة وجمالها، ريحته تحفة بجد. كمان هنزل بعد كده بالطماطم اللي مقطعينها مكعبات. عايزة اقولك على حاجة، احنا طبعا واحنا بنحشي السجق بتاعنا فاحنا حاطين معاه كل البهارات بتاعته، عاملين له كده خلطة جبارة من البهارات. فمش هنضيف هنا غير بس حاجة بسيطة، هنضيف بس رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من ال7 بهارات، وبس خلاص. وعايزاكي بقى تشمي الله على الريحة وجمالها، والله تحفة يا ولاد. واخر اضافة وهي معلقة من الصلصة، ولو مش عندك استغني عنها مفيش اي مشكلة، احنا بس هنضيفها علشان تدعم اللون معانا. بعد كده هنهدي النار بتاعتنا ونسيبه 5 دقايق كده على النار يكمل تسوية مع بعضه. بس خلاص السجق استوى معانا، ويلا بينا نقدمه. ممكن تعمليه سندوتشات وتعملي جنبه سلطة طحينة، او تقدمي معاه مكرونة بالصلصة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.